اوه وات. قبل ما ندخل في فيديو النهارده حابب اطلب منك تعمل لي فولو على منصه كيك عشان ناوي ابدا اعمل بثوث هناك قريب جدا، ونفسي نضرب الرقم القياسي هناك كاكتر قناه مصريه بيجي لها مشاهدات في البث المباشر. فلو حابب تعمل لي فولو هناك اللينك موجود قدامك على الشاشه او موجود تحت في الوصف. ونصيحه مني تعمل فولو من على الكمبيوتر بتاعك لان مش هيرضى من الموبايل عشان الموبايل بايظ شويه، البرنامج بتاع الموبايل يعني. انا مش عارف هبدا بثوث هناك امتى ولكن قريب قوي ان شاء الله، وحابب نكسر الرقم القياسي فعايزك تكون جاهز ومستعد. واللقطه دي هنزلها في كذا فيديو من الفيديوهات الجايه عشان ما تنساش. وخلينا نخش في الفيديو. ابشركم المره اللي فاتت لما كانت السناكس السبايسي الكتير دي انا ما عانيتش قوي، بس عانيت شويه. وانا اللي بعاني منه حاليا هو مش عارف نزلتها ولا لسه، بس انا جربت اكتر شيبسيايه سبايسي في العالم. انا اكلتها في نفس اليوم اللي بسجل فيه دلوقتي ده، واحب اقول لكم ان انا يعني في نار في اماكن معينه. بس على العموم قلت بما ان الدنيا عندي في كرشي او في بطني سبايسي دلوقتي، فليه ما نكملش ونسجل المنتجات التايلاندي السبايسي الحلقه الثانيه. اللي مش عارف، الصندوق اللي قدامك ده فيه سناكس تايلاندي جايه لي كلها حلال. الشركه اللي بعتها لنا عارفين انا مين كويس قوي، لدرجه ان هم كاتبين هنا اسمي وحاطين سمايلي فيس وكاتبين هنا هوت لايك فاير. هم كاتبين هوت لايك فاير لان الحاجات اللي جوه سبايسي بجد. لا هي سبايسي بجد بجد يعني، بس جدير بالذكر ان هي فعلا مش نوع السبايسي اللي بيوجع بطنك بعدها. وانا مش عارف ازاي انا اتصدمت الموضوع ده. ولكن انا نزلت 3 حلقات لغايه دلوقتي منتجات التايلاندي. في حلقتين كانوا في الاول خالص كانوا منتجات راندوم، وفي حلقه نزلت المنتجات السبايسي. والحلقه بتاعت النهارده ولو السلسله نجحت، هي نجحت الحلقه اللي فاتت، بس لو حلقه النهارده كمان نجحت قوي انا ناوي اشتري منهم بقى سناكس ممزمزه. عارف الحاجات السوره اللي بتخلي وشك يعمل كده؟ انا ناوي اشتري بقى الحاجات دي. فعلى العموم النهارده عندنا 1 2 3 4 5 6 حاجات، مش كلها سبايسي ولكن هنجربها كلها. فما تنساش اللايك واشترك في القناه مش مشترك، وخلينا نشوف هنبدا ازاي النهارده. اول حاجه هنطلع كل حاجه كالعاده اوكي. عندنا هنا حاجه اسمها بنتو، والمفروض ان هو سبايسي جدا او اكستريم سبايسي، حتى عليه فلفل بيطلع نار تاني هنا. ومن الواضح ان في اخطبوط، يا اما الاخطبوط ده هو اللي كان بياكل فبينفخ نار بيعمل كده، او ان هو اللي هيتاكل. ولو هو اللي هيتاكل فانتوا عارفين من المره اللي فاتت انا رايي ايه في الحاجات دي. ومن الملمس كده شكله هو اللي بيتاكل، فما علينا. دي اول حاجه موجوده. عندنا هنا في نودلز حجم كبير جدا 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 اسمها هوت كاب ينتافو توم يم. اوكي دي توم يم برضو، بعز التوم يم جدا وانتوا عارفين كويس قوي، فاوكي عرفنا النودلز دي بطعم ايه. عندنا هنا شيبسي ليز ماكس. طبعا اللي بيسمع كلمه ليز بيفتكر ان الشيبسي هيبقى طعمه حلو. لا، ارجع للحلقات القديمه من السلسله دي هتلاقي ان فعلا مش اي ليز يبقى حلو. ولكن عندنا ليز بطعم الجوست بيبر. ليه بطعم الجوست بيبر؟ ليه والله انا مش قادر. الجوست بيبر ده يا جماعه حاجه سبايسي جدا والله. ما علينا، انا ليه مصدوم؟ ما هو منتجات سبايسي. عندنا هنا حاجه شيطانيه، انا ما اعرفش ده ايه الصراحه، بس عليها شيطان من هنا تقريبا او حاجه. لحظه، ده لب عباد شمس، يعني لب سوري. ده لب سوري مقشر وسبايسي. اوكي نجربه ده. عندنا هنا في هولز، مش عارف ده ايه الصراحه، بس ده هولز ريد بول. انا مش عارف الصراحه ده يعتبر ريد بول فيه كافيين ولا لا، بس هو مكتوب عليه مش الاطفال تحت سن 4. طالما سن 4 وانت طالع يبقى اكيد ما فيهوش كافيين، صح؟ وعندنا هنا اخيرا وليس اخيرا مشروب انا شفته كتير قوي في اسيا لما رحت سنغافوره ولما رحت ماليزيا، اسمه مايلو، زي النسكويك كده تقريبا. عمري ما جربته ومتحمس جدا اجربه. هنبدا بقى النهارده. اعتقد خلونا نبدا بسيط، نشيل كل الحاجات دي على جنب، وهنبدا النهارده بالهولز اكس اس الريد بول. صراحه انا مش عارف ده ايه بالظبط، بس هو مكتوب عليه بالانجليزي، والمفروض مكتوب عليه ان هو بطعم الفاكهه الميكست، يعني حاجات كتيره فاكهه مع بعض ومن غير سكر. ولكن من اللي انا بقراه قدامي دلوقتي ده لا، ما فيهوش كافيين خالص، فاوكي يعني ده مش بتاع طاقه من الاخر. هو ريد بول بس مش بتاع طاقه. طب هي ريد بول بتعمل حاجه زي كده ليه؟ خلونا نفتحه ونشوف هو عامل ازاي. هنفتح كده، واول حاجه اختبار الشم. ريحته سكر حرفيا. واوه ايه ده؟ هو ده يا جماعه. لحظه، الشكل ده مش غريب عليا. الناس اللي من سني كان في حاجه شكلها كده زمان. ده شكلها في الكاميرا اللي من فوق كان في حاجه شكلها كده زمان، حاجه شكلها كده بالظبط. ما علينا، يعني ما فيش غير ان انا اجرب واحده واشوف طعمها عامل ازاي واقول لكم حلو ولا لا. ايه ده؟ وات؟ اوكي انا فهمت يا جماعه، طعمها ريد بول بالظبط. ايه الهبل ده؟ لا ريد بول بالنعناع. ازاي؟ طعمها ريد بول جدا. ايه ده؟ ايه مين اللي باصص لي فيها؟ في ايه؟ طعمها حلو يعني، طعمها نعناع وريد بول في نفس الوقت، وانا بحب طعم الريد بول جدا، فدي بالنسبه لي حاجه لذيذه. هي دي مش موجوده عندنا في الوطن العربي. لا جامده قوي والله. انا كنت دايما بشوفها في ماليزيا وسنغافوره وما كنتش بفكر اشتريها ابدا عشان كنت فاكرها فيها طاقه او فيها يعني حاجه تسهرني. بس لا، كاندي طعمها لذيذ، طعمها احسن من مثلا ايه، من اللبان مثلا، او ان انت تجيب حاجه نعناع او كده. جامده وعجبتني، وفي السريع كده حلوه لدرجه ان انا سابها عندي على المكتب اقعد اتسلى فيها كل فتره والتانيه. بالمناسبه نسيت اقول حاجه، المره اللي فاتت وريتكم بس كل حاجه حلال برده المره دي. اول منتج 10 على 10 الصراحه، مش سبايسي خالص. هو انا فاهم ليه حاطينه مع الحاجات السبايسي، هو في حته النعناع اللي بتحرق دي، بس بطريقه حلوه مش طريقه دقيقه خالص. هولز ريد بول
10 على 10. خلينا نخش على البرودكت اللي بعده، لان اظن البرودكت اللي بعده المفروض يكون ده اللي انا مش عايز اكله خالص. انا زهقت من الحاجات دي والله. انا ما اعرفش ليه كل حاجه عندهم بالسمك مكتوب عليها من هنا حلال. وخلينا نشوف هي عباره عن ايه. اوكي، سكويد سي فود سناك، يعني سناك بطعم الحبار للاسف، مش الاخطبوط الحبار. المفروض ان هي اكستريم سبايسي حتى العداد واصل لاخره، فا اوكي. ومن ورا ايه ده؟ بيقول لك عشان تستمتع بطعمها حطها في مشروب بارد او حطها في الفريزر وكلها مره واحده. يعني لو تلاحظوا في عيل كده واخد قطمه كبيره قوي منها، او ممكن تاكلها عادي يعني زي ما هي. هم بجد بياكلوا الحاجات دي وهي ساقعه. مكتوب عليها برضو من هنا سكويد سي فود سناك اكستريم سبايسي فليفر سكويد ميكس سوريمي بنتو براند. انا عارف ايه اللي هيحصل لما هشمه، فخلونا نفتح الكيس بسرعه نخلص المنتج ده في السريع عشان نخلص. بسم الله. ايه ده؟ ريحته طلعت. عارف لما تروح لحد بيبيع السمك وبيطبخه في نفس الوقت؟ يعني في ناس كتيره بتعمل كده، في ناس بيبيع السمك بس، في ناس بتطبخه بس، لا حد بيبيعه وبيطبخه في نفس الوقت. يعني بتشوف السمك فريش قدامك. هي ريحه المحل ده، والتقطيعه اصغر شويه، يعني اعتقد كده باينه من هنا، وادي شكلها من فوق. وريحتها مش مضايقاني. هو الصوت عمل كده ليه؟ ريحتها مش مضايقاني، ولكن ده منظرها بشكل عام كلها. وما اعرفش ليه كل الحاجات اللي بالسكويد بتكون ملزقه في بعض كده، ولكن رجعنا تاني للموضوع ده. فده شكلها يا جماعه. انا مش هاكل حته واحده بس، انا هاكل حتتين، يعني اجرب الحتتين دول مع بعض. فبسم الله. الريحه مش مضايقاني، في ريحه فلفل شويه بس اوكي. فيلا بينا. اوكي، لحظه واحده، انا تفتها، انا اسف، ولكن لحظه. العطسه دي كانت من السبايسي والله. ايه ده؟ الفلفل بتاعها دخل مناخيري. ايه ده؟ مش عارف اوصفها والله العظيم، بس الفلفل بتاعها دخل في مناخيري من بقي، يعني دخل من جوه لبره. مش قادر. اوكي، تقييم بسرعه. اولا تفتها ليه؟ تفتها عشان كنت حاسس ان انا عايز اعطس، وخفت اعطس وهي في بقي. وغير كده كمان طعمها سمك قوي، يعني كانك بتاكل سمك مشوي. طعمها مش وحش، طعمها كويس، مش بطال. يعني مثلا ممكن اديله 5 من 10، ولكن كسبايسينس 7 من 10 او حاجه. مش اكستريم، مش اللي هو واو قوي، بس الفلفل بتاعها غريب. يعني اول مره ادوق فلفل بالطعم ده، مش عارف اشرحها ازاي. بس انت شفتوني عطست ازاي؟ يعني هي الفلفل داخل من جوه لهنا، انا حاسس بيه هنا من بقي، مش عشان شميته، لا انا شميته عادي، بس دخل من بقي لجوه. يعني مش بطال. برايسنس 7 من 10، طعم 5 من 10. واظن لو انت بتحب السي فود قوي 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 وليك مزاج تاكل سي فود، لا هتخلصه وتقول 10 من 10. واعتقد ان انا فاهم ليه ممكن يكون طعمه حلو وهو بارد، لان هو دلوقتي بارد شويه عشان الاوضه عندي بارده ولذيذ. لحظه كده، جاي تاني. لا مش ممكن والله العظيم، مش ممكن. العصر عمال اعتصم منها والله. الحمد لله. اوكي، دي كانت العصا الثالثه، وحاسس بواحده جايه في السكه. فقبل ما تيجي خلينا نخش على المنتج اللي بعده. واسف ان انا هقعد اعمل كده كتير في الفيديو ده. تمام، تعالوا نجرب اللب اللي المفروض ان هو سبايسي برضه. خلينا نشوفه مع بعض. مش مكتوب عليه اي حاجه بالانجليزي خالص تقريبا، ولكن واضح جدا من الورده دي اللي هي ورده عباد الشمس، واللي موجود هنا ده ان ده لب سوري. اللب السوري بيتجاب من عباد الشمس يا جماعه، واللب الابيض بيتجاب من اليقطين، عشان بس تعرفوا يعني. لا مكتوب عليه بالانجليزي اهو. مكتوب سان سناك دانك براند روستد سان فلاور كيرنل سيريال كوتد وذ مانا سيشوان فليفر. ده المفروض فعلا زي ما انا قلت لب سوري، والمفروض ان هو بيتاكل كانه سيريال او بيتاكل كانه سناك. واعتقد حاجه زي دي انا ممكن اخلصها في قعده واحده. وتقريبا في عطسه جايه في السكه من السكويد اللي اكلته من شويه، بس خليها تيجي براحتها. المهم من ورا مرسوم عليه الورده الغريبه دي، شكلها عبيط قوي والله، عجبني جدا. ومن قدام نفس الورده. مش هنطول، خلونا نفتحها الاول. انا ازاي بوظت الكيس وانا بفتحه كده؟ لحظه جايه اهي. لحظه، ولا مش جايه ولا ايه؟ لا جايه. والله العظيم ما قادر، اقسم بالله من العطس. تعبت. لا عطس متعب، عطس اللي هو بيوجع ده. طب انا هشم ازاي في بقيه الحلقه دي؟ ده شكل اللب من جوه اهو، باين قوي ان هو اللب فعلا متقشر. ومن قدام اهو شكله اهو. وانا مش قادر والله العظيم لغايه دلوقتي. ريحته لب متقشر بفلفل حرفيا. لا ريحته كمان اقرب ليه بطاطس محمره، ما اعرفش ليه، بس هو ريحته قريبه من بطاطس محمره عليها فلفل شويه. ريحته حلوه جدا. ودلوقتي نيجي لطعمه. اعتقد ده طعمه لازم اجرب شويه مع بعض. بسم الله. ايه ده مقرمش. سبايسي، حلو قوي. لحظه واحده كده.
طعمه بيفكرني بحاجه، لحظه كده. لذيذ قوي وسبايسي بطريقه حلوه وحرق لي بقي كله. طعمه عامل زي البرينجلز اللي بالشطه والليمون، او مش بالشطه والليمون سوري، البرينجلز اللي هو عليه نار ده اللي هو موجود قدامكم على الشاشه دلوقتي ده. طعمه حلو قوي ومنتج لذيذ جدا، ومن رايي منتج زي ده ممكن يضرب الدنيا، يعني يكسر الدنيا في مصر والله العظيم، لدرجه ان انا عايز ده مستحيل يا جماعه. ده ألذ حاجه جربتها في السلسله دي لغايه دلوقتي والله العظيم. انا اول مره اخلص حاجه قدام الكاميرا كده، ما كانش فيه كتير قوي، يعني احنا كمصريين او كعرب بناكل لب كده كانه لب، انا مش عارف اقول ايه، انتوا فاهمين قصدي ايه. فكان لذيذ. هل سبايسي؟ لسه واخد بالي دلوقتي، لسه مش عارف ليه لسه ضارب لساني دلوقتي هو، بس كل ما بتكلم اكتر كل ما بيبقى سبايسي اكتر. سبايسي قوي بصراحه. ف كسبايسنس اعتقد 9 من 10، كطعم 10 من 10، اكشلي 11 من 10. طعم 11 من 10، سبايسنس 9 من 10. رهيب، مش سبايسي زي الشيبس اللي كلته المره اللي فاتت، ولكن سبايسي جدا. هروح اشرب ميه وارجع ونشوف المنتج اللي بعده. اوكي يا جماعه، انا والله العظيم من كتر ما الحاجات اللي انا اكلتها كانت غريبه وسبايسي، رحت اشرب ميه، حسيت الميه طعمها غريب، اتاكدت من الازازه انها جديده والله العظيم. فخدت بريك شويه عشان بس لساني يحاول ان هو يهدى شويه بحيث ان انا اعرف استطعم الحاجه الجايه. والحاجه الجايه هي ليز ماكس بالجوست بيبر. استر يا ستار. ده المفروض ليز ماكس بالجوست بيبر، مكتوب عليه حاجه 15، اعتقد 15 سنه، مش متاكد بس هنتاكد دلوقتي ومش محتاج كلام كتير. يعني هو ليز بالشطه بالجوست بيبر. الجوست بيبر زي ما قلت لكم واحد من اكتر الحاجات اللي سبايسي في العالم، حلال طبعا. وبالمناسبه اعتقد نسيت اوريكم هنا، بس ده برده حلال، اللي هو اللب اللي كنا من شويه اللي انا خلصته. خلونا الاول اتاكد 15 ايه بالظبط عشان نبقى عارفين. لا، مكتوب استرداد مجموع المكافآت 15 لايلاك سوك كل التوفيق. شكرا يا اسطى. اعتقد كل التوفيق دي موجهه لي انا، ما اعتقدش انها موجهه للناس اللي ممكن تكسب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب استرها على لساني. يا لهوي على المنظر. اوكي، ريحته قويه جدا زي الشيبس اللي كلته الحلقه اللي فاتت. ده شكله من هنا وده شكله من هنا. هل في فلفل؟ ما اعتقدش ان في فلفل في النص، انا متاكد. لا، ما فيش فلفل في النص. ريحته قويه زي اللي كلته قبل كده فعلا، ولكن ما فيهاش الحته اللي بتخليك عايز تعطس، وانا عطست بما فيه كفايه في الحلقه دي، فكفايه عليا. مش ناقص ان انا اجرب واحده ونشوفها عامله ازاي. فبسم الله. شوف اعتقد انتوا محتاجين تشوفوا الاول شكلها عامل ازاي. اهي من هنا واهي من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سبايسي شويه بس مش واو، مش اللي هو قوي، ولكن مش دي مشكلتي. هو ليه طعمه سمك بجد؟ انت ليه طعمك سمك؟ مكوناته 61% بطاطس، 31% زيت خضروات، 8% بهارات، وممكن يكون في صويا بينز. هو طعم السكويد لسه ما راحش من لساني ولا ايه؟ يعني ليه مستطعم سمك؟ استنى كده اكل واحده ثانيه. هو في طعم زفاره بس. هل سبايسي؟ مش اللي هو واو، يعني كلت حاجات سبايسي اكتر منه في مصر قبل كده. ما انبهرتش. شيبسي عادي خالص، مش الواو السبايسي الواو. فهديله كسبايسي 2 من 10، كطعم 4 من 10. ليز في تايلاند انا متضايق منها جدا والله العظيم، مع اني بحبها جدا هنا في عمان. ده كان ليز ماكس بالجوست بيبر. خلينا نروح المنتج اللي بعده. الفكره بقى ان المنتج اللي بعده او المنتجين اللي بعده محتاجين ميه سخنه. واحد ممكن نبرد بيه، وواحد المفروض برضه يكون سبايسي ولذيذ، وهخلصه النهارده عشان انا جعان جدا. لحظه، هو ده ممكن اشربه بارد؟ انا ممكن اشرب ده بارد. اظن نخلي المايلو للاخر، وخلينا نبص مع بعض على النودلز دي هوت كوب انستنت نودلز بطعم التوم يام. مكتوب عليها من هنا طبعا انها حلال، مش مكتوب عليها اي حاجه بالانجليزي خالص. دي متحمس لها اكتر من اللي جربناها المره اللي فاتت على فكره. ايه ده؟ في ايه؟ اوكي، الورقه وقعت، فما اعتقدش ان احنا محتاجين الورقه دي. خلاص نعملها كده. هي راحت فين؟ المهم واضح ان انا محتاج اركز. هعمله ازاي ده؟ ايه ده؟ لحظه واحده، ده هوت بوت. استنوا. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه الشطه دي كلها؟ ايه الهبل ده؟ ازاي؟ بس لا، بصوا الاختراع ده يا جماعه. جوه العلبه جواها علبه، يعني في علبه جوه العلبه، وبعدين في كيس جوه الكيس، وكل الكيس ده بهارات برضو ولا ايه ده؟ لا لحظه. كويس
كويس ان انا قريت عشان مكتوبه هنا بالاحمر بالانجليزي دو نوت ايت، يعني ما تاكلش يا جماعه. ده الهيتنج باج، المفروض ده بيسخن ها؟ لا لحظه واحده بقى، انا محتاج اعرف طريقه العمل بتاع البتاع ده. استنوا كده يا جماعه، اللي فهمته ان ممكن احط ميه عاديه وافتح الكيس ده واحط اللي جواه هنا والميه هتسخن، وبعدين بحط ده فوقيه كده وده بيجهز لوحده. اوكي، هو للاسف الميه خلصانه عندنا في البيت فالميه كلها سخنه، ولكن هنجرب الميه السخنه برده ماليش دعوه. اول حاجه هنعملها المفروض ان احنا هنملى ميه هنا اعتقد، بس كده خلاص. وبعدين هنفتح الكيس الفويل ده وجواها هنلاقي الهيتنج باد دي ونروح حاطينها هنا. اوه وات، الو ايه ده؟ اوكي ماشي. هنفتح دي، الميه بتغلي يا اخوانا. الو ايه الاختراع ده؟ ليه ما عندناش كده في مصر؟ اوكي ما علينا، هنحط دي فوقيها كده وهنحط ميه على دي كمان كده اهو. فتمام كده، حاطط ميه عليها. في نفس الوقت انا محتاج اجيب مقص عشان دي، فثانيه واحده اتفرجوا انتوا على دي على ما يجي. تمام انا قصيت دي، خلينا شمال الاول. ريحتها مش سبايسي قوي فهنشوف. نحطها كده. اوكي حطيتها كلها ودلوقتي نقلب. جدير بالذكر ان هي لسه ما اتطبختش، انا افتكرت هي تتطبخ بسرعه قوي. هي دي كابوريا؟ اعتقد دي كابوريا، اعتقد الاحمر ده كابوريا اظن، والله اعلم. انا كان المفروض اقفل عليها وما قفلتش تقريبا، فخلونا نقفل شويه. وعندي فكره على ما تخلص، تعالوا نجهز المايلو ونجربه، بعد كده نجرب الاندومي دي. هي مش اندومي، هي نودلز. مايلو ده يا جماعه اللي قدامكم ده انا كنت بشوفه في كل حته في ماليزيا وسنغافوره، لدرجه ان انا كان نفسي اعرف هو عباره عن ايه. طبعا هو منتج حلال والمفروض ان هو من نسله، يعني شركه معروفه جدا. واللي فهمته ان ده عباره عن مشروب قمح بالشوكولاته. ايه الفكره منه؟ الفكره ان هو بيشبعك جدا 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 وفي نفس الوقت بيديك طاقه كتيره جدا. ماشي، فخلونا نفتح من هنا. وعندنا 1 2 3 4 و5. واضح ان تايلاند بيحب يبيعوا الحاجات خمسات فمش مشكله. هل مكتوب عليه اي حاجه ليها علاقه بطريقه ان انا اعمله او كده، حاجه مميزه او كده، ولا اعمله على طول وخلاص؟ اظن زي المره اللي فاتت هنصبه في شويه ميه وخلاص. وانا بقول نصب كوبايتنا الجميله الشفافه، وده المفروض ان هو 3 في 1، ما كناش واخدين بالنا خالص، بس اهو مايلو 3 في 1 نسله. فبسم الله نفتح كده. اول حاجه هنشم كالعاده. ريحه كاكاو مصحوبه فعلا بقمح يعني، او حاجه غريبه يعني. ولكن قبل بس ما انزله في الكوبايه ده شكله اهو، ومش عارف اوريكم شكله من قدام عشان ما يقعش، فخلينا الاول نوقفه في الكوبايه. اوكي بالمنظر ده. دلوقتي ممكن اوريكم شكله من هنا اهو. وعندي ليكم سؤال دلوقتي مهم جدا والله العظيم بجد ما بهزرش. انت لما بتيجي تعمل نسكافيه او كاكاو او اي حاجه، بتحط البودره الاول بعدين الميه، ولا الميه الاول بعد كده البودره، ولا بتحط الاثنين مع بعض وانت بتقلب؟ قول لي تحت في التعليقات. انا بصراحه كنت بحط الميه وانا بقلب، بس ما بقاش فارق معايا عشان عندي سلاح سري، وهو هوريكم من فوق سرعتها عشان هي ممكن تقريبا توصل لسرعه تلف الكوكب. بصوا قويه قوي والله. هنحط بقى الميه بسم الله ونقلب. اوكي المفروض ان انا كده قلبتها كويس، فده شكلها ماشي. ده شكل الدرينك، وانا عارف تحس ان انا حاطط شويه صغيره، بس الكوبايه دي عريضه جدا على فكره، مش باين عليها في الكاميرا حتى. فالمفروض ده 3 في 1، يعني السكر موجود، الحليب موجود، والشوكولاته موجوده في نفس الوقت. انا مستغربه ليه حاجه زي دي موجوده مع الحاجات السبايسي. فانا هجرب وهندوقه وهنشوف عامل ازاي، واقول لكم هل يستاهل يبقى مع الحاجات السبايسي ولا لا. فاول حاجه ريحته كاكاو عادي خالص، مش نسكويك، كاكاو يعني كأنه ما فيهوش سكر. و لذيذ قوي وملوش اي علاقه بالسبايس يا جماعه. الله ده لذيذ قوي يا جماعه، ده لذيذ قوي قوي قوي. لا حلو قوي، حلو قوي قوي. لو هقارنه بحاجه هقارنه بيه العصير جهينه اللي كان بالشوكولاته والحليب زمان، مش ماكس ولا ميكس ولا ايا كان اسمه ايه. لا زمان كان الشوكولاته تبقى تقيله في عصير بتاع الشوكولاته بالحليب بتاع جهينه، طعمه بالظبط. ده ينفع مع البرد جدا جدا، وما تحسش ان هو سريع التحضير. انا ما بحبش حاجات سريعه التحضير على فكره. اي حاجه بتتعمل بسرعه كده ما بتعجبنيش خالص، لازم تتعمل بطريقه صح. فده لا ده عجبني. لا اوكي انا فهمت ليه بيبيعوه مع كل حاجه في ماليزيا الصراحه، لان في ماليزيا بيتباع حتى مع الهابي ميل في ماكدونالدز، بيتباع مع لو رحت مطعم صيني بيقولك عايز مايلو ولا لا، فاهم؟ هو ولا ميلو ما اعرفش اسمه ايه الصراحه. في اخر بق تاني منتج نخلصه كله النهارده، عجبني جدا 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 جدا. ودلوقتي جه دور الحاجه اللي انا متحمس لها جدا، الا وهي الطمية. صح اديله كام من 10؟ 10 من 10 الصراحه، ما فيهوش اي حاجه تقيله، هو كاكاو. اوكي يا جماعه شايفين كاني فعلا كنت بطبخ في البتاع. ايه ده؟ طيب ولكن هل الحاجات الطبخ النودلز جامده جدا.
مش مميميه. انا بكره النودلز تبقى مميميه جامد، فيها ميه بس مش كتير، بتمشي مع الشوكه بسهوله. وحتى حته المشروم دي اتطبخت، انتوا شايفين بقت عامله ازاي؟ ودي كمان كانت عامله زي البسكوت على فكره. الحته دي فاكرين لما كنت عملت في المنتجات السنغافوره حاجه كانت بسكوت، هي زيها بالظبط، اللي هي البسكوت اللي بيتحط على البتاع. فبسم الله نجرب توم يوم اللي شكله مش سبايسي قوي، يعني باين قوي قد ايه من فوق ان هي لونها بينك مش احمر. فبسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. لذيذه ومش سبايسي خالص، لذيذه ومش سبايسي خالص. انا اسف ان انتوا ما شفتنيش وانا باكلها، بس هي كانت سخنه شويه فاضطريت ان انا ابردها، بس هي مش سبايسي خالص، هي لذيذه. طعمها مش طم يم. عمرك حطيت على النودلز بتاعتك توباسكو او هوت صوص؟ هي طعمها كده بالظبط، لان طعم النودلز كأن فيه خل وشطه، والتوباسكو اصلا عباره عن خل وشطه، فده طعمها بالظبط. طب خلونا نجرب حته المشروم دي اشوف هل لذيذه ولا لا. لذيذه جدا 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 جدا. طيب في كابوريا هنا تقريبا، انا ما بحبش الكابوريا ولكن هجربها برضو بما انها المفروض طم يم فليها علاقه بالسي فود، فخلونا نجرب. فاكرين لما جربت النودلز بتاعت الحلقه اللي فاتت وقلت لكم انا بحب لما الطعم يمسك في النودلز نفسها؟ دي فيها الحركه دي، بس للاسف الطعم نفسه مش حلو. ده مش طعم الطم يم يا جماعه بالنسبه لي ابدا. اهم حاجه في الطم يم هي الليمون جراس، ودي ما فيهاش ليمون جراس. انا شايف حته انا عايز اكلها الصراحه، عايز اجربها. المفروض ان دي فيها حاجه انا عايز اكلها اللي هي البسكوتيه دي. لذيذه ولكن هل دي طم يم؟ مش حاسس. هل دي نودلز طعمها حلو؟ ايوه. هل انا عايز اكلها دلوقتي؟ لا. ليه؟ طعمها كأن فيها كاتشب بالنسبه لي. انا بالنسبه لي الكاتشب ما بيتحطش على اي حاجه، فدي مش شداني كطعم. فهل هخلص ده كله؟ لا للاسف. هل استمتعت وانا بعملها؟ هل انبهرت؟ جدا جدا. فكره البتاع اللي تحت دي انا عايز اشوف شكلها عامل ازاي. ده شكلها دلوقتي يا جماعه، الميه اختفت تماما. فكره ان هم حاطين حاجه تعمل لك النودلز وانت معكش ميه سخنه رهيبه. وانا فاهم هم عاملينها كده ليه. هم عاملينها كده عشان هي بتتباع اصلا مكتوب هنا اونلي ات 7-11. 7-11 ده يا جماعه عامل زي سيركل كي كده في مصر. ولو تلاحظوا لسه واخد بالي من حاجه، بيقول لك بلاش تحط فيها ميه سخنه او تحطها في الميكرويف او كده، او تقريبا بيقول لك لا، تقريبا بيقول لك انت مش محتاج الحاجات دي على ما اظن. فعلى العموم ده كان المنتج الاخير معانا من تايلاند حاليا. زي ما قلت لكم احنا ممكن نعمل السلسله دي تاني وتكون الحاجات الساور، ولكن قبل ما نعمل اوترو كان عندنا النهارده النودلز دي طعمها لذيذ بس مش طم يم ومش احسن حاجه ومش سبايسي خالص. كان عندنا المايلو برده مش سبايسي خالص ولكن طعمه لذيذ جدا جدا جدا، ولو لقيته قدامك جربه هتدعي لي. كان عندنا هولز اكس اس اللي هي تعتبر زي حلويات بطعم الريد بول، طعمها جامد جدا وبفكر اخد واحد تاني دلوقتي ولكن عايز اتعشى. كان عندنا اللي انا خلصته اللي هو اللب السوري اللي بالشطه، احسن حاجه جربناها مع بعض في السلسله لغايه دلوقتي. كان عندنا الشيبسي اللي فيه علامات استفهام كتير، مش عارف ليه طعمه كده ولكن طعمه مش حلو. استنى اجربه تاني بعد ما لساني يعني هدي شويه. هذا لا، في طعم زفاره، في طعم زفاره انا مش فاهمها، موجوده في كل شيبسي ليز اللي موجود في تايلاند، مع ان في المكونات مفيش سمك خالص. واخر حاجه كان عندنا اللي استغربت ان انا ما كرهتوش اللي هو الحبار اللي بالشطه. عطسنا كتير، كحنا كتير، عرقنا كتير، تعبنا كتير، قلنا يح كتير. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، مش مشتركين. زي ما قلت عندي فرصه اجيب الحاجات المزه اللي بتخليك تعمل كده، فقولوا لي عايزين اجيب الحاجات دي تحت في التعليقات. وانا ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. لاف يو اول و سلام يا احلى مستوى. باي باي. تعبت واشتغلت، سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي، عارف اني بتعب فيه بجد. دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل. انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درعي يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصة نجاح انا فيها الراوي.